هاتي هنا ربع لحمه مفرومه وبطاطسايه وتعالي نشوف هنعمل غدا جميل جدا للولاد. اول حاجه خدت الخضار هنا فصين توم، فلفل الوان، والبصل فرمته في الكبه، والبطاطسايه زي ما انتم شايفين خدتها بشرتها وصفيتها من الميه ونزلت بكله كده على اللحمه. كمان بيضايه نص كوبايه صغيره كده من البقسماط الناعم. وهبدا بقى هنا ابهر ببصل بودر، توم بودر، بهارات لحمه اللي هي ال7 بهارات، وفلفل اسود وملح. هبدا اخدها هنا بقى بعد ما ادعكها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، اديتها ضربه في الكبه بسيطه قوي. وبعد كده هاخدها اشمعها في التلاجة تقعد 10 دقايق، وهبدا بقى اشكلها زي ما انتم شايفين في كيس تلاجة كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عايزه اقول لكم بجد وصفه خطيره وجميله جدا واقتصاديه نوعا ما، وهتطلع لي ربع كيلو لحمه ما شاء الله، كميه حلوه ووفيره. هبدا هنا على جريلا كده او طاسه على النار فيها معلقتين من الزيت، وهبدا هنا ان انا احمر كده الكفته بتاعتي بالشكل ده. وعايزه اقول لك هتعملي اسرع غدا للولاد وموفر جدا، بربع لحمه مفرومه هتاكلي البيت كله. وكمان عملت بقى جنبهم كده شويه بطاطس، واعملي للولاد اجمل سندوتشات جميله جدا تنفعك في الرحلات والمصايف. وعايزه اقول لك بجد تحفه. ما تنسنيش في لايك وشير للفيديو يا قمر.